رجعنا لحضراتكم مرة أخرى. يمكن احنا كنا نوهنا عن اننا في انتظار بالفعل ضيوفنا الكرام عن حزب الثورة، وشرفنا دلوقتي حالا في الاستوديو ضيوفي الكرام. معايا استاذ منصور الجزار، امين الاعلام وامين التنظيم بحزب الثورة بالدقهلية. اهلا بيك معانا استاذ منصور. اهلا بحضرتك، والحمد لله على السلامة. ربنا يعزك، ربنا يخليك. ايضا معايا ضيفي الكريم استاذ هشام الدهراوي، امين عام حزب الثورة بالدقهلية ايضا. اهلا بيك معانا. على فكرة أنا يعني مش قادر أوصف لكم سعادتي وإن إحنا حرية وعدالة وحزب الثورة. في النهاية يا جماعة كلنا مصريين، مفيش اختلاف على إننا كلنا بنحب البلد وعاوزين بلدنا تنهض. طب يمكن أستاذ منصور كنا لسه حالا قبل حضرتك ما توصل أنت والأستاذ هشام كنا بنتكلم عن الشباب، والنهارده الشباب هم اللي قاموا بالفعل بالثورة، هم أساس الثورة. النهارده عايزين نتكلم عن ايه اللي ممكن ان احنا نقدمه للشباب ده. النهارده في مشاكل كتير جدا جدا بتواجهنا او بتواجه الشباب تحديدا، وليكن كنت لسه بتكلم حالا مع الاستاذ وليد والاستاذ اسامه عن مشكله البطاله واللي بيتولد عنها مشاكل كتير جدا جدا. يعني النهارده انا بقول ان انا خلصت، ابويا صرف عليا، اتعلمت، اتخرجت ومش لاقي شغل او وظيفه. تمام. بالتالي مش هقدر اتجوز. تمام. هصرف منين؟ افتح بيتي ازاي؟ بالتالي بتتولد عندي مشكله اخرى او بتترتب عليها مشكله العنوسه على الطرف الاخر. اذا هنا المشاكل بتتراكم. طب النهارده عايزين نحل المشكله دي. كان لسه كلامي مع الاستاذ وليد، يمكن كنت بتكلم عن بما ان حزب الحريه والعداله او هو الحزب الحاكم النهارده، ايه الياته او ايه النهارده الحاجات اللي هو اتخذها لمواجهه هذه المشكله او الازمه زي ما انا بسميها. ازمه نقول ايه يعني، ازمه الشباب. ازمه الشباب بصفه عامه، يعني مش هنقول بقى ازمه البطاله، ازمه الشباب. طب ماذا كان رد الاخوان؟ ما هو احنا هنسمعه تاني مع بعض، يعني انتوا ما حضرتوش الرد. نتمنى ذلك. فهنسمع تاني الاستاذ وليد. يمكن كان بيقول ان فيه بروجرام معين او في برنامج معين من قبل حزب الحريه والعداله لمواجهه هذه المشكله خاص بالشباب. هو كان بيتكلم برنامج حزب الحريه والعداله الخاص بالشباب. هو بيتكلم عن الشباب. طب يا ريت في عنوان او في منشط اعرف رده عشان انا كمان ليا رد. هو من غير منشطات، هو يقوله لنا شفوي دلوقتي. اتفضل. اتفضل. فاستاذ وليد نكمل كلامنا عشان اللي ضيوفنا ما حضروهوش. يعني كنا بنتكلم ان الحاجات الاساسيه اللي الحزب مهتم بها دعم المشاريع الصغيره. زي ما شفنا في التقرير دلوقتي ان بنات كتير جدا راحوا اتعلموا الخياطه علشان خاطر بكالوريوس تجاره ومؤهلات عليا، ما انتظروش الوظيفه، ما انتظروش الوظيفه الحكوميه، لكن بادروا بالتدريب في القطاع الخاص لفتح مشاريع صغيره. في اللي خد قرض صغير علشان خاطر يعمل مشروع وان هو يتعامل مع الامر الواقع، ما ينتظرش الوظيفه. دعم المشاريع الصغيره زائد موضوع صندوق البطاله اللي هو ان شاء الله الحكومه الجديده ان شاء الله تتبناه بعد انتخابات مجلس النواب الجديد ان شاء الله. دي كلها حاجات. طب هو الصندوق ده استاذ وليد يعني معلش انا عندي سؤال. طب ماشي، انا بس تعقيب صغير وهنكمل. اتفضل. يعني احنا بنشوف في اوروبا او في بره عامه، في امريكا وفي البلاد دي، يعني حتى لما الطفل بيتولد بيبقى ليه دخل ثابت. اما شاب مثلا ما فيش وظيفه معينه بيتعمل له دخل شهري يقدر يعيش منه، عشان ما هو انا ما فيش دخل ثابت وما فيش فلوس، فحاجه من الاثنين، ما هو يسرق يا هشحت، ما لهاش ثالث يعني. فهم بره بيعملوا دخل ثابت للشباب. النهارده انت بتكلمني عن هذا الصندوق اللي بتبناه حزب الحريه والعداله، هل ده نفس السياق او بياخد نفس النمط كده، ولا الصندوق ده عباره عن ايه؟ زي ما بقول لحضرتك الصندوق اللي هو يعني موجود في البرنامج الحزب الحريه والعداله هو من الخطوات العاجله لحل مشكله البطاله. زي ما قلت لحضرتك يكون في حصر مضبوط وجيد هو بس يا استاذ اسامه معلش يا استاذ اشرف، انا بس استاذ اسامه معلش. لا انتوا اخدتوا فقره صغيره، انا عاوز بس انت قلت الصندوق. لا انت قلت الصندوق ده نمره واحد. انت عايز تعقب على موضوع الصندوق؟ طبعا اكمل الفكره. طب لا انا ممكن اقول انه برنامج حزب الثوره بيترخص في 1 2 3. طب هنقوله بس نسمع الاول بدون تفاصيل يعني. تمام التفاصيل احنا عرفناها. طب هناخد ده بس بعد ما نسمع برضه نظريه الاستاذ وليد. اتفضل. ماشي يا فندم. الموضوع الصندوق يعني بدون الخطوات اللي هي لحل المشكله العاجله. احنا لسه كنا بنتكلم ان مشكله البطاله مش مشكله طارئه. منصور مشكله البطاله مشكله متراكمه على مر الاجيال وعلى مر العصور مش وليده النهارده. مش وليده النهارده. فحلها مش هيكون وليد اللحظه. لازم يكون في
صبر وان احنا نتعامل مع الامر خطوه تمام. بخطوه. يعني انت عايز تقول ان في خطوات نتخذها لحل هذه المشكله؟ ان شاء الله ممكن كمان 30 سنه. بعد اذنك بس طيب اتفضل. هو الاستاذ اسامه بيتكلم عن حاجات، في طبعا لما نيجي نقسم اي مشكله في حاجات مشاكل عاجله وضروريه، وفي حاجات بتتم على يعني اجل اطول شويه. ففي طبعا تشجيع الاستثمار ده جزء طبعا من حل البطاله. النهارده بنتكلم في مشروع اقليم قناه السويس ده ممكن يوفر 150,000 فرصه عمل يعني. فتشجيع الاستثمار شريطه طبعا الاستقرار، يعني احنا بنتكلم في استقرار، هتلاقي المستثمر اجنبي او مستثمرين عرب هيجوا يستثمروا في البلد، هتفتح فرص للشباب. فديت دي حل اساسي من حاجه، يعني حل اساسي لمشكله البطاله. الحاجه الثانيه اللي عايزين نقول عليها ان الدوله مش هتاخد فلوس وحضرتك توزع، يعني الدوله زي ما تكون لازم نتكلم بالمشكله بواقعيه شويه، مش عايزين نتكلم بالكلام في الاحلام تاخد طبعا الدوله يعني الدكتور محمد مرسي مستلم الدوله متهالكه او شبه فعلا دي حقيقه لازم نقول فيها. ولما يجي نحط هدف، اتعلمنا لما يجي في التخطيط بنحط هدف لازم نرفع الواقع الاول. الواقع ايه؟ فبالتالي نحط هدف، يبقى في هدف حاجات زي ما قال الاستاذ اسامه، حاجات عاجله زي تشجيع المشروعات الصغيره، زي حاجات اطول زي الاستثمارات. عايزين يبقى في استثمارات هتيجي امتى؟ طبعا لازم يكون في استقرار، لازم يكون في تكاتف من قوى المعارضه، تنتقل من كلام المعارضه الكلاميه الى كلام فعلي. يعني ايه المشكله لو بعض رموز المعارضه ينزلوا يشجعوا الناس على الاستثمارات، يشجعوا تمام يتبنوا مشروع عملي، يعني يتبنوا مشروع عملي للاستثمار. الاستاذ منصور طبعا عاوز يعرض برضه برنامجه ويعرض، ولكن انا ليا تعقيب صغير قوي قبل ما تبدا. استاذ منصور، انا النهارده حلقتي عاملها علشان نكمل بعض، تمام. مش جايين نتناحر ولا ندخل في سجال سياسي. هو النهارده لسه من البدايه قلت كلنا ما نختلفش على اننا بنحب البلد، احنا فاهمين وجهه فكل واحد نظرك، احنا كلنا اخوات في الوطن. تمام، كل واحد عنده فكره والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد يقدمها عشان احنا عاوزين نحل، مش عايزين عاوزين نسمع الحلول. زي ما قال اسامه كده، ايه مش عايزين نقول ايه كلام ان احنا انت مقصر انت مقصر، لا قدم لي حل وانا اخد بيه. احنا معانا الحلول، احنا معانا الحلول يا استاذ اشرف، يبقى احنا ان شاء الله كده اكيد هنتفادى المشكله. بس احنا معانا الحلول، بس مع كامل احترامي يؤخذ بها. حزب الحريه والعداله له من اللباقه والحياكه في القول كويس جدا، فانا واجب عليا ان هو كحزب حاكم ان هو مطالب انه انا انقضه في حاله التقصير. ده واجب عليا واديه برنامج. تمام هو بس انا بس بعرض على نقطتين هم، وده دور المعارضه الوطنيه يا استاذ. تمام بس برضو انا يعني ده الطبيعي في اي بلد وفي اي دوله، ان المعارضه بتعترض على حاجات. حتى حزب الحريه والعداله لما كان معارض للحكومه السابقه كان ليه اعتراضات وليه لازم طبعا. اكيد فاحنا مش بنختلف على دي. انا النهارده بقول عايزين نكمل بعض، مش النهارده جايين ننتقد بعض. احنا مش هننتقد بس يعني انت دخلت في سياق حضرتك دلوقتي انه احنا هنمسك في خناق بعض. لا لكن مش انا مقصدي في حاجه احنا برضو لو قعدنا، ما هو على فكره يا جماعه يمكن لو بنشوف كل البرامج اللي بتحصل لما بنيجي قطب من الحريه والعداله وقطب مثلا من اي حزب معارض، تمام بنقعد ننتقد بعض، وده يقول مشكلات وده يقول كذا وده، وفي النهايه بنطلع بايه؟ ما حليناش المشكله. لا النهارده فالنهارده انا عاوز احل، مش عايز اضيع الوقت في ان انا نقاش ونختلف وفي النهايه برضو انا مش لاقي حل. لا انا هعرض سريعا لحضرتك الحلول. طيب معايا الاستاذ منصور ان شاء الله. تمام. ده اعتقد، بس هي لمحه صغيره سريعا، ده متهيالي اعتقد انه ده برنامج حزب الحريه والعداله وده الدفتر الخاص بيهم. وضع طبيعي انه انا كمان حزب الثوره عندي نفس الكتيب وعندي وفي كل الاحزاب نفس الكلام. اذا كان هذا الذي يوضع بين ايدي الاخرين تمام ما هوش مقنع، ونيجي نتكلم ونقول ده ارض الواقع والبلد متهالكه، طب ما وضع طبيعي ان البلد متهالكه. انا في اقل وقت ممكن قادر ان انا احل زي ما احنا في حزب الثوره حلينا فعلا. اعتقد انه معظم الشعب المصري بيتلخبط شويه ما بين حزب الثوره واحزاب اخرى على نفس الاسم، ولكن حزب الثوره الفعلي اللي هو احنا منه ده اعتقد انه ملوش نفس الهاله الاعلاميه وما خدش الهاله الاعلاميه، لكن احنا مهتمين بالشغل وبالحلول. طب انت اللي انا هقولها لحضرتك قلت لي احنا حلينا. طبعا هنقول. انا عاوزك تقدم لي عباره عن ايه. هل انتقد جزء بسيط على السريع قبل ما نخش في حلولنا ولا ما انتقدش؟ مش هنختلف. طيب جميل. انا هنا البرنامج الاقتصادي الخاص بحزب الحريه والعداله مكتوب فيه سريعا كده حاجات زي اللي بنسميها في الصحف منشط ممكن ما يبقاش مفهوم او مش غامض على العامه. يعني مكتوب هنا انه الحزب بيستمد رؤيته الاقتصاديه الذي يسعى الى اعمار الارض وتوفير تمام الكفايه لكل فرد. كلام
مش مقنع. ادي واحده. الحاجه الثانيه، معظم صور الانحرافات الحزب هيعالج معظم صور الانحرافات، مؤكدا التحريم الصريح للظلم والاستغلال والربا والغش والرشوه والمحسوبيه والاحتكار والى اخر، والاسراف والتقطير والتدليس. علاقه ده ايه بس بالاقتصاد، بالبرنامج الاقتصادي؟ هفوت على دي بس سريعا وهرجع على البرنامج بتاع الخاص بالشباب اللي انت بتتكلم حضرتك في سياقه النهارده. اكتر من 5 سطور او 6 سطور في النهايه بيقول لك انه هنحل مشاكل من خلال 8 برامج ومجموعه من السياسات، وسكت. ما هو ليه يا فندم؟ ده الموجز ايوه ممكن. لا احنا الكتيب مكتوب عليه موجز برنامج ما تنساش. ما هو برضه ما تنساش حضرتك ان انا من الصغير علشان اجيب حاجه وانت تعقب لي عليه. لا انا بقول ده موجز وانا عارف ان هو موجز. هو هنسيبه على جنب. ده الكتيب هنسيبه على جنب. هنخش في الواقع بالظبط. حزب الثوره اللي احنا بننتمي ليه، ده حزب من 25 يناير واحنا متواجدين جوه ميدان التحرير زي كل الاحزاب. ليس لا مش زي كل الاحزاب، مع كامل الاحترام. لا مش زي كل الناس. لا كده يبقى احنا مش هنحل. اصل احنا انا سبت حضرتك هنعلق. استاذ اسامه انا سبت حضرتك تتكلم. ما عقبتش انا يا جماعه. انا من البدايه انا ما عقبتش وسبته اتكلم بحريته. سيبني اتكلم، ربما من كلامي يبقى كويس بالنسبه لك. انا بتكلم بقول انه حزب الثوره هو المقصود انه اتولد في الميدان 25 يناير، ولد في الميدان. احنا زي كل الاحزاب. لا مش زي كل الاحزاب اللي نشأت بفضل الثوره. ماشي هناك احزاب كتير. الاحزاب السياسيه كلها نشأت بفضل الثوره بعد فضل تمام. احنا بس عشان الوقت يا جماعه والله مش مختلفين. انا بس بقول انه الحزب ولد داخل ميدان التحرير، حزب الثوره اللي احنا بننتمي ليه. القاده حتى العمال كلهم اسماء معروفة في مجالاتهم الإعلامية إلى آخره، ولكن ما فيهمش حد جامد جدا زي ما بيقول الأخ دكتور محمد مرسي، زي فلان، زي علان، زي احنا مجموعة شباب خلقنا من جوه، أو صنعنا هذا الحزب من داخل ميدان التحرير. ده نمرة واحد. كان لنا مجموعة أهداف ومجموعة برامج معينة وحاجات معينة خاصة بالشباب. كلمني عن الحلول يا استاذ. الحلول يعني انا النهارده مش جاي اقول الحزب وامجد في الحزب. انا والله عارف. طيب الحلول فعشان يعني مشكله زي مشكله الشباب النهارده، مشكله البطاله النهارده. طيب الحاجه اللي تهم الناس وتفيدهم. جميل. اتفضل. احنا هنتكلم عننا احنا كحزب الثوره، ماذا فعلنا. هنتكلم عن حزب الثوره وعن تاريخ حزب الثوره، ماذا فعلنا اللي ولد في ميدان التحرير. احنا ماذا فعلنا يا استاذ منصور. ماذا فعلنا؟ مش بتسأل على ماذا فعلنا. طيب اتفضل. واحد، في قطاع الشباب الحزب يعني برنامجك ايه لحل مشكله بيرعى. لا انا هقول لحضرتك في حلول فعلا. في حلول. في حل شغال وفعال من اكتر من 5 شهور، وده في قطاع واحد فقط، وهو قطاع الرياضه. قطاع الرياضه معمول الاكاديميات الخاصه لكره القدم والعاب القوى وكره السله الى اخره من جميع الرياضات. كونا دوري خاص بينا وبدانا ننفذه فعلا، ومسؤوليته مع الكابتن محمد بيضة تحت اشرافي، واخد بالك، وهو عضو مؤسس معانا في الحزب، وهو عضو في الحزب اصلي في حزب الثوره. مجموعه الرياضيين اللي موجودين دخلنا في اطار منظومه رياضيه كامله. عملنا دوري عام، حكام من داخل خريجي كليه التربيه الرياضيه اللي مش لاقيين شغل وبدانا نشغلهم وبداوا ياخدوا مرتبات، مراقبين للمباريات، عمال، وداخل الملاعب. يعني فتحنا مجال لان احنا ناخد مجموعات كبيره جدا من الناس ومن الشباب، وقضينا على جزء كبير من البطاله في هذا الجانب، في جانب رياضي واحد. تمام. عندنا جوانب اخرى استثماريه، عندنا مشروعات. اعتقد ان الاستاذ هشام الدهراوي احد الرجال اللي موجودين في الحزب وامين عام المحافظه، كرجل يعمل في مجال الدعايه والاعلان كمان والطباعه، عنده جزئيه هيتكلم فيها كيف اضاع هالة والخوف والشبح الخاص بالبطالة، بأنه فتح مجالات كتيرة جدا لمجموعات اتوظفت بالفعل في مجموعة شركات تتبع الحزب. طيب مجموعة حاجات استثمارية تتبع استاذنك اسمعها من الاستاذ هشام يبقى كمان افضل كمان. اتفضل يا استاذ هشام. والله احنا بنجمع يعني انا عايز برنامج الحزب لحل مشكله البطاله النهارده بالنسبه للشباب. والله دايما احنا بندور حاليا على الشركات اللي محتاجه عماله ونبحث عنها في كل مكان، وبنجمعها وبنعمل اتصال بالشباب ونوزعهم عليها، اتفضلوا روحوا اشتغلوا في المكان الفلاني. وفي حاجات بنعملها زي تأهيل ليهم. طبعا في فتره دلوقتي ما بين التعليم والفتره بين الشغل ما في شغل، فبنعمل فتره تأهيل. في عندك مثلا يعني نقول عمليات تدريب مثلا. عمليات تدريب بالظبط، زي مثلا مشروع تدريبي يروح يتعلم شويه فيه ويفهم
عشان لما يروح الشركه اللي هو رايح يشتغل فيها ما يبقاش غير مؤهل. طب يعني انا مثلا عندي مكان زي التكوين المهني او التاهيل المهني ده بيدرب الحاجات اللي هي النياشه ما انا هقول وبيدي مثلا وليكن شهاده معترف بيها ان انا اروح في اي مكان او في اي قطاع خاص انا معايا شهاده مثلا كذا ان انا بمارس مهنه كذا او ان انا اتعلمت وهكذا يعني. فانا بس عايز هل هو اللي حضرتك بتتكلم عنه على هذا الغرار ولا المقصود بحاجه ثانيه؟ لا احنا بنعمل ايه؟ بنعمل مثلا في الحزب دوره تدريبيه للشباب. اللي عاوز مثلا بنجيب لهم ناس متخصصه في عده مجالات يشرحوا لهم كذا يعني قول لي المجالات ايه مثلا؟ يعني مثلا عندك مجال السياحه وعندك مجال اللي هي السياحه والفندقه والمهن مثلا سباكه نجاره مش عارف ايه الكلام ده كله. عندنا ناس مؤهله الحاجات دي شغاله يعني. وفي المجالات وبيجوا يتعلموا الحاجات دي كلها ويبقوا والكمبيوتر كمان بينزل وكمبيوتر الحاجات العلميه والحاجات ديت لما بينزل الشارع النهارده او لما ينزل اي شركه ما يروحش من اول مقابله يقول له لا بالسلامه. فيبقى عنده فرصه انه يشتغل لانه عنده خبره في الحته ديت في مجال معين في المجال دوت. وكده اشرف يعني استاذ هشام كده اتكلم بنقطه عمليه اللي احنا عايزين نبحث عنها جايين النهارده البرنامج نتكلم فيها. احنا يعني بلاش نقول احنا بقى حزب الثوره وحزب العداله يا ريت انا عاوز دايما الفوارق دي تدوب يا جماعه. نرجع ل 25 بالظبط على ان انا كلامي يعني انا عاوز اتكلم في نقطه معينه. كلنا هنعتبر ان احنا قاعدين على مائده واحده اسره واحده بنتفاوض لحل مشكله معينه. هل انت تختلف معايا ان انت بتحب البلد وعاوز ان الشباب ده ينهض وبالفعل يبدا يشتغل لا طبعا ويحل الازمه دي؟ كلنا بعد اذن حضرتك ده انا احب اثني على هذه التجربه لانها فعلا عمليه. دلوقتي الاستاذ خالد الازهري اللي هو وزير القوى العامله وقع بروتوكول للتعاون مع القطاع الخاص لتدريب اكثر من الاف الشباب وتوزيعهم على المصانع في القطاعات الخاصه. ده احنا حتى يمكن واحنا قاعدين بمناسبه ان انا بقول ان احنا قاعدين اسره واحده. استاذ وليد حريه وعداله اسامه هو الشبه قريب مع الاستاذ وليد ايضا الاستاذ هشام استاذ منصور. يعني حتى وانتوا قاعدين كده انا حبيت او تعمدت ان ما يبقوش الحريه والعداله في ناحيه ما يبقاش فرقين وحزب يعني الثوره في ناحيه عشان حتى ما نحسش ان في فرق بيننا. لا ان شاء الله يعني الفوارق دي كلها ان شاء الله ما فيش فرق واحنا ممكن نشوف اكبر من الجميع. احنا ممكن نحييهم لو بيصلحوا كل المجتمع. انا ما زلت مصمم. انا عارف مغزى السؤال عارف مغزى الهدف. اذا كانوا يصلحوا الشباب ويصلحوا شباب مصر كلهم. انا ما بحبش احنا بما اننا كلنا مصريين ونحب شباب مصر كله. طيب انا بس حابب اقول بنتكلم عن مشروعات فعليه بتخدم كل المصريين. ما هو وليس حزب الثوره. فهي بمناسبه المشروعات دي والكمبيوتر احنا لما بنضرب مثال بوزير القوى العامله اللي هو ما فيش خير للحزب الحاكم. بما اننا ما فيش خير للحزب الحاكم على مصر كلها على شباب مصر كلها. لم يستطيع الحزب الحاكم لا توفير بس هقول لكم على حاجه عشان بس منصور يا جماعه حاجات بسيطه. يا جماعه قاسي جدا ان انا مش متابع يا استاذ منصور اسمعني نفسي اتكلم. بما اننا كلنا اسره واحده وبما اننا برنامج شبابي فيعني انا اللي بقدم لكم دعوه نخرج نشوف تقرير خارجي عن المشروعات الصغيره للشباب عل وعسى يفتح لنا مجال ازاي ان احنا نبدا نشغل الشباب دول. يمكن هناخد من كلام الاستاذ هشام في موضوع التدريب بالنسبه للشباب. هنشوف ايه المشروعات اللي بداوا يشتغلوا فيها اتدربوا على ايه اللي بداوا يعملوه. ما هو النهارده انا كشاب برضو ما ينفعش اقعد في البيت حاطط ايدي على خدي ومستني القوى العامله مستني شغل الحكومه. ما هو لازم انا كمان اتحرك اسعى. فتعالوا مع بعض كده نشوف المشروعات الخارجيه دي المشروعات الصغيره دي اللي الشباب بداوا يشتغلوا فيها واكيد هتفتح لنا مجال ان احنا نتكلم فيه. أكيد. واثناء اللقاء الخارجي برضو نحاول ان احنا ندوب بعض الفوارق دي. تعالوا مع بعض نشوف التقرير الخارجي ان شاء الله.